أما الموضوع الأساس فهو أيضا يعني المملكة المغربية، ولكن من شق آخر، من جهة أخرى يتعلق الأمر بما يحدث هناك في الجزائر. كنا قد حدثناكم عن الزيارة التي كانت الأولى من نوعها، يعني لم تحدث منذ 2006 لقائد أركان جيش جزائري منذ أيام القايد صالح، وكان يتعلق الأمر بشنقريحة الذي زار فرنسا والتقى بماكرون والتقى بقائد الأركان ووزير الدفاع الفرنسي. وقيل بأن هناك صفقات أسلحة تبرم مع فرنسا، مرادات لفرنسا بعد أن ذهبت الأموال الجزائرية إلى السلاح الروسي الذي بطريقة أو بأخرى شاهدتم كيف ظهر في الحرب الأوكرانية. ولكن ما همنا أننا قلنا حينها بأن لهذه الزيارة ما بعدها، وبأن هناك أمور تحاك في الكواليس. فإذا بنا لأول مرة المجلس العسكري الجزائري يجتمع منذ 30 سنة تقريبا. اجتماع حضره تبون، شنقريحة، مدير الدرك، مدير الأمن الوطني إلى غير ذلك. كل الشخصيات العسكرية والأمنية والاستخباراتية كانت حاضرة في هذا الاجتماع. نتابع منه هذا الفيديو ثم نعود لنتحدث عن هذا الاجتماع والتقرير الذي قدم لمن كان في الاجتماع. إذن مباشرة بعد عودة شنقريحة يجتمع المجلس العسكري الجزائري، اجتماع نادر، قلنا لم يحدث منذ سنوات كما قال الزملاء في هسبرس، يعني 30 سنة لم يجتمعوا. خطاب الحرب الذي يروج هناك في الجزائر إلى غير ذلك، وهذا منبر إعلامي جزائري يقول بأن يعني المؤسسة العسكرية في المغرب تشعر بالارتباك والخوف وإلى غير ذلك. ما علينا، قلنا بأن هناك بعض التقارير الإعلامية التي تفيد بأن الجزائر تحضر لشيء ما، أقول عملية عسكرية استفزازية، مناورة من هنا وهناك، الحرب لا قدر الله. هذه كلها أمور واردة، والدليل لست أنا من يقول، ولكن أنا أريد هذا الفيديو لماذا قلت؟ للتاريخ، للتسجيل على أننا يعني لن تنطوي علينا حيلكم، ولن يكون هناك مبررات تصوغونها ربما من أجل رسائل المجتمع الدولي أو غير ذلك. إن كنتم تتجهون بهذه الأفكار وهذه العقلية ستشعلون المنطقة بأكملها، ولن يكون هناك رابح أو خاسر لا قدر الله. ولكن تتذكرون معي حوار للرئيس الجزائري مع لو فيغارو الفرنسية، ماذا قال فيه حين سأله؟ قالوا له لماذا قطعت العلاقات مع المغرب؟ قال قطعنا العلاقات لنتجنب الحرب. الله أكبر، ما يقارب العقود، 5 عقود وأنت تدعم البوليزاريو وأنشأتها ودعمتها وسلحتها، ولا تترك منبرا ولا مساحة ولا منصة ولا مجال إلا وهددت الوحدة الترابية للمملكة، ولم يخرج من المغرب أحد ليقول سنقطع العلاقة أو سنخوض حرب ضد الجزائر لا سمح الله. وقلنا بأن المبررات أنذاك لقطع العلاقات كانت حديث عمر هلال السفير المغربي الدائم في الأمم المتحدة، إن كان السفير الجزائري يتحدث عن تقرير المصير إلى غير ذلك، وهذه الاسطوانة المشروخة، قال له فهناك لديكم أيضا من يدعو للانفصال وتقرير المصير، فيعني حرام علينا حلال عليكم. ما أكد هذه التصريحات التي قالها تبون وأنها ليست فقط تصريح وإنما تفكير، وتفكير معمق، وقد يكون إعداد مسبق لا قدر الله، لا قدر الله. نحن أشقاء وإخوة، ليس خوفا أو وجل، بالعكس نحن قلنا لكم المغاربة يفدون ذرة من ترابهم الطاهر بأرواحهم، نساء ورجال أطفال شيوخ لا يهم، نكون أولهم. أنا ما كاين لا مايك لا صحافة لا إعلام، ولكن لا نقول ذلك. لا نريد أن تصل الأمور بمجموعة من الحمقى بعصابة كما أسماهم الحراك الجزائري أن يسيروا بنا إلى ما لا يحمد عقباه. وأنتم تشاهدون يعني اليوم الحرب الروسية الأوكرانية لم تبقي ولم تذر، فلا منتصر في الحرب. ولكن نريد أن نوضح لهم بأن كل ما تقومون به من كولسة ومن لعب على بعض الأمور هي مكشوفة. أحد المنابر الإعلامية ناطقة بالفرنسية قالت بأن هذا الاجتماع شهد تقديم ملف إلى عبد المجيد تبون وشنقريحة وآخرون، يعني كتبوه بيناتهم وقدموه للراسهم، يتضمن أن هناك طائرات درون مغربية قد قامت بالتجسس على الحدود الجزائرية إلى غير ذلك، ونسبوها إلى أنها درون إسرائيلية. أيها الغبي، أيها الأحمق، يا من أحضرت إيران إلى المنطقة
بفيلق القدس وحرسها الثوري، يا من أحضرت الميليشيات والمرتزقة من فلول القاعدة وداعش إلى المنطقة، يا من خربت جزءا من مالي وتريد أن تسير إلى ما تبقى من دول أخرى في دول الساحل والصحراء. أيها الأحمق، المغرب يملك الدرون الصينية ويملك الدرون الفرنسية منذ زمن، ولا يحتاج اليوم لكي يستقوي بأحد على شقيق وجار قال بأنه لن يأتيه الشر منه يوما. قالها الملك محمد السادس في خطابه، وقال بأن المغرب والجزائر توأمان، وتمنى الازدهار لشعوب المنطقة المغاربية في إطار الوحدة والازدهار. هذا ما نريده، هذه ليست خطابات، هذه أفعال وليست أقوال، ولكنكم أنتم اليوم تبحثون عن حجة، عن دليل. دعني أريكم أحد الدمى الخاصة بالنظام الذي هو الآخر أصبح يبحث عن موطئ قدم، وفي نفس الوقت فقد ربما بريقه مع النظام وبدأ يشتم قبل مدة. لا نتابعك لأنك تقدم لنا أفكار هيجل أو فريد أو ابن خلدون أو ابن سينا، أو أنك تقربنا ربما من أدب طه حسين، أو أنك تقدم لنا مذكرات كيسنجر لنفهم الخريطة الدولية كيف بنيت في تاريخها السياسي. نشاهدك لكي نبتسم ونضحك بعض الشيء، ولكن في نفس الوقت لنعرف أيضا إلى أي مدى وصلت العقلية التي تتميز بالغباء لدى الجيران هناك، خاصة التخمة العسكرية التي تحكم. على العموم سنشاهد وإياكم هذا الفيديو الذي يتحدث عن بن قصديرة، والذي فيه حديث عن الحرب ولغة الحرب وخطاب الحرب إلى غير ذلك، والذي هو يعبر فيه ربما عن العقلية السائدة هناك، ولكن في نفس الوقت عن طريقة التفكير، ويتحدث لن أقول عن هجية، ولكن يتحدث بغرور وكبرياء. لنتابع ماذا قال. احنا في الجزائر الآن إذا كان قررنا الدخول في حرب مع المغرب راح ندخلوا، لكننا لا نضمن متى سننهي الحرب وكيف سننهي الحرب. لكن ما أنا متأكد منه، ما أنا مقتنع ومتأكد منه 100%، أن الحرب لن تنتهي إلا بتحطيم الجيش المغربي تحطيم تام. إذا خرجت رصاصة جزائرية أو انطلق صاروخ جزائري مش راح يكون لعب الذر، موش باش نكتفي بهذا القدر من هذا الأمي. يقول إذا فرضت علينا الحرب، ويروج أنه ستفرض علينا الحرب وتتسرب المعلومات على الدرون وإلى غير ذلك. وقلنا لكم المغرب يملك أقمار اصطناعية، 3 أقمار اصطناعية، يراقب حدوده البحرية والبرية والجوية. لا يحتاج لكي يكون هناك طائرات تخترق الحدود وتصور. ماذا ستصور؟ الخردة العسكرية الروسية، اتقوا الله عباد الله. قال أن الحرب لن تنتهي إلا بتدمير القدرات العسكرية للجيش المغربي. وأنت أيها البليد، أنت لا تملك لا قرار السلم ولا قرار الحرب. في منطقة تبعد كيلومترات عن أوروبا لا تملك لا قرار السلم ولا الحرب. في أرض ستشهد مناورات الأسد الأفريقي مرة أخرى بنسخة استثنائية برئاسة فعلية للجيش الأمريكي والجيش المغربي، بعيدا عن التقارير التي يعتمد عليها أمثالك، مثلا جلوبال فاير باور التي تقدم تقارير حول القدرات العسكرية، وآخر تقارير كانت سنة 2021، وتفوق جزائري من هناك وتفوق مغربي من هناك وتفوق. لسنا في إطار استعراض العضلات العسكرية للقوة العسكرية المغربية، القوات المسلحة الملكية المغربية، يشهد عليها أذنابكم وأزلامكم من صنعتموهم هناك في تندوف، ويشهد عليها تاريخ عريق من المعارك التي لم تخضع فيها المملكة المغربية للأتراك حين كانوا يصولون ويجولون في العالم. يشهد عليها مقاومة الحماية الفرنسية بأجساد عارية وليس بقبب حديدية كما قال أحدهم نريد أن نستوردها. قلنا القبب الحديدية هي الجباه، جباه الرجال والنساء الأطفال والشيوخ الذين سيدافعون عن وطنهم مهما كان الثمن. لا نريد أن نذهب ونجيش، ولكن ماذا نقول؟ نقول أن ابن قصديرة ومن هو على شاكلته وبعض المنابر الناطقة بالفرنسية واجتماع المجلس العسكري كلها توحي بأن هناك شيء يحاك في الخفاء. فإن أردتم أن تقوموا بحجة طائرات بدون طيار وحدود وكذا، احنا فرشناكم، ابحثوا عن سبب آخر. ولكن أعود في نهاية المطاف وأقول بأن زوبعة في فنجان
وقرار السلم والحرب لا يملكه لا شنقريحة ولا تبون، ولكن يقدروا يتزرفوا من قوة خارجية إلا ضغطوا عليهم قالوا واسيروا احنا معاكم، لا قدر الله تقدر توقع شي حاجة. بالحديث عن المؤسسة العسكرية الجزائرية، يعني الكل يتحدث اليوم عن أن هناك تحضير لشيء ما كما قلنا، ولكن هذا على غرار بن قصديرة وآخرون الذين يعتزون بهذه القدرات والقوة وإلى غير ذلك، يقولون بأن هذا الجيش لا يقهر وبأن هناك إمكانيات عسكرية هائلة، وربما ينتشون ببعض الأسلحة التي جاءت من فرنسا وبصفقات تسلح مع روسيا وبميزانية تسلح وصلت لأكثر من 23 مليار دولار، ولا يعلمون بأن اليوم يعني الأمور تغيرت كثيرا. ولكن بالحديث عن المؤسسة الأمنية خاصة في الجزائر، يعني كلكم أو جزء منكم يعرفون أحد الإعلاميين المعارضين عبد الرحمن سمار مقيم في ديار الأوروبية، أخرج ملف قوي وخطير جدا لكي نعلم بأن من يعشش فيه الفساد لا يمكن له أن يصنع قوة عسكرية. تحديدا المؤسسة العسكرية من المحرمات أن يكون فيها فاسدون، إن فسدت القيادات فسد الأفراد، ومن المقدسات أن يكون هناك ولاء وانتماء للوطن للذود عن حدوده والدفاع عن أمنه.